لا تقول لي حقوق زفت ولا حقوق اطران ولا حقوق بني ادمين. ناس نتنا ريحتهم وحشه. لقيت حد فيهم بيقول لي ما تخافش. أقسم بالله العظيم وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أرض. في نفس الوقت اللي السيسي قاعد عمال فيه يعك ويلوش، في بلد عربية تانية قاعد فيها راجل برنس بيرتب لانتخابات جديدة ومدورها آخر حلاوة. الدنيا ولعت حواليه وهو الدولة الوحيدة اللي اتعاملت مع الربيع العربي بمنتهى الديناميكية والذكاء، المغرب. بالرغم من الفيديوهات المزعجة المنتشرة سواء للملك أو لولي العهد وإزاي الحاشية بتاعتهم بيعاملوهم وكأنهم فوق البشر، إلا إن ملك المغرب كان أسرع الحكام العرب تفاعلا مع الربيع العربي. في 20 يوم بس غير الدستور وتنازل عن شوية من صلاحياته لصالح رئيس الحكومة، وخلى نظام الحكم في المغرب ما بين الملكية المطلقة والملكية الدستورية، وعمل انتخابات سابها تجيب اللي الناس عايزينه، وأفرج عن مجموعة من الإسلاميين من اللي بيسميهم الإعلام السلفية الجهادية، اللي كان أغلبهم تم القبض عليه بعد تفجيرات مايو 2003 في الدار البيضاء. ناس منهم تراجعوا عن موقفهم تجاه الملكية وأعلنوا ده، زي الشيخ الفزازي اللي بعد ما خرج من السجن الملك صلى وراه الجمعة وقعد اتكلم معاه. وكمان الملك ساب كتير من اللي خرجوا من السجن ينضموا لأحزاب سياسية ويشاركوا في إدارة البلد بهدوء خالص. الملك شد فتيل أي إرهاب كان ممكن يبقى محتمل ويفضل هو مركز الدولة، برغم كل الاعتراضات على النظام الحاكم للمغرب والفساد وانتهاك حقوق الإنسان، إلا إن ليه ميزة واحدة مهمة جدا، إنه فاتح ودنه كويس وبيقرب منه المعارضة جدا ويسمع لهم كويس جدا جدا، وبيسيب اللي بيطبل بقى يطبل على روحه بعيد. وفي نفس الوقت بسبب مركزية الحكم الملكي في المغرب فكل الأحزاب بتدور في فلك الحاكم. الحاكم هو حسب الدستور في المغرب المسؤول عن كل حاجة بما فيها دين الشعب، وده اللي خلى الاسلاميين في المغرب مش اسلاميين قوي، والعلمانيين في المغرب مش علمانيين قوي، والليبراليين في المغرب مش ليبراليين قوي، والاشتراكيين في المغرب مش اشتراكيين قوي. كله مضطر يلوي فكره للتوافق مع النظام الحاكم، وعلشان كده الصراع ما بينهم مش صراع فكري، الصراع في الاساس ما بينهم هو صراع نفوذ ومصالح. والتجربه هنا اعتقد انها هتبقى مفيده جدا للدول اللي تقدم فيها الاسلاميين الحكم، لان حاليا في المغرب الحزب اللي مكون الحكومه هو حزب العداله والتنميه الاسلامي، اللي بالرغم من انه بيعتبر العداله والتنميه التركي هو مثله الاعلى في فصل النشاط الدعوي عن التنافس الحزبي، وكلامهم عن تطبيق الشريعه اللي كان رد عبد الاله بنكران رئيس الحكومه لما اتسال عنها: نحن لسنا مكلفون بخلق الله، في مجال الدعوة ادعو من شئت، لكن في السياسة أنت طرف له رأي. إلا إن حزب العدالة والتنمية المغربي عدى العدالة والتنمية التركي وأزح. فعلى الأقل يعني حزب العدالة والتنمية بتاع تركيا ليه أرضية أيديولوجية بتمنعه من التحالف مع بعض الأحزاب وبتخليه يخش خناقات مع أحزاب تانية بناء على أيديولوجيته، لكن أصحابنا بتوع العدالة والتنمية فرع المغرب بيتحالفوا مع العفاريت الزرق. حاليا في تحالف مثلا مع حزب التقدم والاشتراكية، وده حزب شيوعي، وأمين عام حزب التقدم والاشتراكية طلع من يومين كده بيضحك وبينادي على جماهير الحزبين وبيقول لهم الإخوة الشيوعيين والرفاق الاسلاميين وحاجه اخر فرفشه واحنا اصحاب مع بعضينا وكده يعني. ايوه انا من الاخوان الشيوعيين. ايه الاخوان الشيوعيين؟ ومثال صارخ على ان الحزب ماشي على الخط اللي مرسوم له وما يقدرش يخرج عنه زي ما قيادات الحزب نفسهم بيقولوا، هو زياره بنكران ومقابلته للسيسي في مارس 2015 اثناء قمه شرم الشيخ. ولما سالوه انت ازاي تقعد معاه وده قائد انقلاب وايده ملطخه باسلاميين مصر ومحاصر غزه وعددوا له من مناقب السيسي، قال لهم انه دلوقتي رجل دوله مش بيمثل حزبه او حركته، وانه ملتزم بتوجهات الدوله، وان مش من حقه يتدخل في شؤون مصر الداخليه. بعدها بوقت قصير طلع طائر البطريق امان الخياط وشنب ويوسف شعبان قالوا كلام فيه اساءه لاهل المغرب، فتحولت سياسه الدوله المغربيه لوصف النظام في مصر بالانقلابي، وساعتها بقى حلال لعم بنكران التدخل في شؤون مصر الداخليه اللي كانت حرام، وشجب وادان الانقلاب. في رايي ان تجربه الاسلاميين في المغرب تجربه مهمه جدا وضروري كلنا نتابعها، لانها بتمثل افتح الوان الطيف الاسلامي. التجربه دي عايزين نتوجه لاخواننا من اهل المغرب بالسؤال عن رايهم فيها، هل بيعتبروها تجربه ناجحه ولا فاشله؟ واذا اعتبرناها تجربه فاشله كده يبقى ايه اللي فاضل؟ يعني عندنا لو عددنا الالوان من اول جبهه الانقاذ اللي دخلت بتقلها في الحكم في الجزائر في التسعينات، واللي كنا حكينا عنها في حلقات الجزائر، وتمسكت بهويتها وثوابتها ووقفت في مواجهه الكل، وكانت النتيجه ان الكل حاربها ودخلت الجزائر كلها في عشريه سوداء وغرقت البلد في الدم. من بعدها بقى يا معلم وروح من الطرف ده وعدي على غزه ومصر وتونس وتركيا والمغرب، فين التجربه اللي نقدر نقول انها نجحت؟ سؤالين بنطرحهم ومنتظرين من حضراتكم الاجابه عليهم. لا تقول لي حقوق زفت ولا حقوق اطران ولا حقوق بني ادمين. ناس نتنا ريحتهم وحشه. لقيت حد فيهم بيقول لي ما تخافش.